السلام عليكم. اليوم في حلويات ومملحات ريما عندي لكم وصفة طلبتوها مني بزاف. وش هي؟ وصفة المعقودة. واليوم جبتها لكم بطريقة عصرية مع بعض الإضافات اللي تزيدها بنة على بنة. تبعوا معي مباشرة الوصفة وطريقة التحضير. عندي 3 حبات بطاطا متوسطين، غليتهم في الماء. بطبيعة الحال غسلتهم بيهم بقشورهم، غليتهم ومرستهم بهذه الطريقة. واش نزيد لهم؟ نزيد لهم كمية من الملح، هنا الكمية حسب الرغبة. ونزيد الفلفل الأسود، ونزيد لها كمية معتبرة من الكركم، لأن الكركم كما نعرفه هو اللي يزيد المعقودة هذيك البنة. واش ندير بعدها؟ نعجن مليح هذيك المعقودة تاعي ولا هاد البطاطا، وندخل فيها كامل لي زيبيس تاوعي بهذا الشكل. بعدها واش نزيد؟ نزيد حبة بصل قليتها في الزيت حتى تحمرت لي، ونزيد لها راس ولا فص ثوم، ونزيد لها علبة تونة تاع الزيت النباتي، هنا راني صفيتها بطبيعة الحال من الزيت تاعها. ونزيد جبن مثلثات ولا فرomاج بورسيون، عندي هنا 5 حبات. تقدروا ديروا فرomاج فوندو او الجبن الطاري، انا استعملت جبن المثلثات. راني نعجن فيها مليح مليح بهذا الشكل. ونزيد لها الفرomاج. هنا كما قلت لكم من اسرار نجاح المعقوده انه البطاطا ما تقشروهاش وديروها تتغلى في البدايه، لا، نغسلوها ونخليوها بها بالقشور تاعها ونديروها تتغلى. علاش؟ لخاطر البطاطا كي تتغلى وهي مقشره غادي تشرب لنا الماء، وكي تشرب لنا الماء غادي كي نبقاو نقليوها تبقى تتفتت ولا تتحلنا في الزيت. دونك نديروها بها بالقشور تاعها ونغليوها. هنايا راني زدت ملعقه كبيره تاع لا شابلور ولا الخبز المطحون، وراني خلطت كل شيء مع بعض. بون الا حسيتوها جاريه شويه زيدوا ملعقه اخرى، لكن هي بطبيعه الحال بهذا القوام غادي تكون مليحه متماسكه مليحه. وهذا هو الشكل تاعها بعد ما عجناها. والان نشكلوا الحبيبات تاعنا تاع المعقوده. راني دهنت يدي بشويه زيت، كما نعرفوا البطاطا تلصق في اليدين، دونك راني زدت الزيت في يديا باش ما تلصقليش، وفي نفس الوقت ديرنا لا فورم شابه. وراني نشكلها بهذه الكيفيه. انا هذا هو الحجم اللي نديرو، كاين اللي يديرها شويه كبيره، انا نبغي ندير هذا الحجم المتوسط. راني نشكل معكم حبيبه اخرى بهذا الشكل. دائما يدينا مدهونين بالزيت. وراني شكلتهم، ونكمل كامل الحبات تاعي بهذا الشكل حتى نكملوهم. فوالا، وهنا رانا كملنا كامل الحبات تاعنا. فوالا، واش يبقى لنا بعدها؟ يبقى لنا الخليط اللي به نقليو المعقوده تاعنا. عندي 2 حبات بيض، وغادي نزيد معاهم لا شابلور، وعندي الفرينه. ندريسيو هذاك البيض تاعنا، نديرو له الملح والفلفل الكحل او الفلفل الاسود، نخلطو حبات البيض تاعنا مليح مليح.
بهذا الشكل. بعدها واش نزيدو، نبداو نغطسو الحبة تاعنا تاع المعقودة في الفرينة بهذا الشكل. بعدها نديروها في البيض ونغلفوها مليح بالبيض، ومن بعد نزيدو لا شابلور. هنا كاين اللي يدير فقط البيض والفرينة، وكاين اللي يدير فقط البيض ولا شابلور. انا بغيت نديرهم بثلاثة، بيض الفرينة ولا شابلور، باش يعطينا هذاك الكروكون، هذاك القرمشة اللي شابة اللي نبغيوها في المعقودة بهذا الشكل. هنا راني درت مقلة، درت فيها كمية معتبرة من الزيت وحميتها، خليتها تسخن مليح ودرت المعقودة تاعي بهذا الشكل. وهنا راني قلبتها، خليوها تحمر مليح من كل الجوانب. ومن بعد راني حطيتها في ورق ماصل الزيت. بعد ما شربت لي هذاك الزيت درتها في الطبسي، وهذا هو الشكل تاعها. شوفوا اللون تاعها شباب. وما تحلتليش كامل في الزيت، قعدتكم ما راها هذا الشكل. هنا القرمشة ما كان لا نحكي لكم. شوفوا معايا الداخل كيفاش دايره، بنينه 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 بزاف. جربوها، هذاك الذوق تاع الطون زاد لها نكهه خاصه. جربوها بالطون ردوا لي الخبر. اذا هذه هي الكيفيه تاع اليوم. نتمنى تكون الوصفه عجبتكم. خليوا لي رايكم في التعليقات، ونقدم لكم وصفه اخرى غدا ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.